مع حضراتكم محمود الليسي من شركة الليسي للدراجات. أهلا بيكم في ريفيو جديد بنقدمه لكم النهاردة وعجلة جديدة. يا رب تنال إعجابكم. النهاردة جايبين عجلة متميزة جدا في السوق المصري، نازلة جديد. العجلة دي عجلة فات وألمونيوم في نفس الوقت، يعني أول مرة بينزل عجلة فات ألمونيوم في المستوى السعري اللي احنا بنتكلم فيه بمواصفات كويسة جدا. فالنهاردة معانا العجلة فيراري الفات الألمونيوم. فيلا بينا نشوف العجلة دي بتقول ايه. ورجعنا لكم مرة تانية. النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم معانا عجلة متميزة جدا، العجلة الفيراري الفات الألمونيوم. كلنا عارفين ان العجل الفات بيبقى في الوزن تقيل، لكن فكرة ان يبقى عجلة فات وفي نفس الوقت ألمونيوم ده بيدي مستوى أعلى لاستخدام العجل الفات. العجل الفات مميزاته زي ما احنا عارفين ان العجلة دي بتبقى مريحة في الاستخدام. الكاوتش العريض ده بيخلي العجلة مريحة جدا، بتاخد المطبات والطرق الوعرة براحة جامدة جدا، فبتدي لك راحة في الاستخدام كويسة جدا. ده طبعا على حساب السرعة، لكن احنا النهاردة معانا العجلة فات فيها مميزات العجلة الفات، وفي نفس الوقت العجلة خفيفة جدا. يعني احنا بنتكلم النهاردة في عجلة فات وزنها حوالي 12 كيلو، ده طبعا حاجة تحفة. معروف ان العجل الفات عموما يعني مستوى 19 20 كيلو، لكن احنا معانا عجلة فات وزنها نص وزن العجل الفات اللي موجود في السوق، وده زي ما قلنا شيء كويس جدا. العجلة اللي معانا دي سرعات خلفية فقط، العجلة مواصفاتها عالية جدا، وزي ما تعودنا دايما بنفصص العجلة حاجة حاجة، بنقول كل المواصفات، وبنبدأ زي ما تعودنا دايما بالفريم. الفريم بتاع العجلة زي ما اتكلمنا وقلنا الفريم من الألمونيوم. الفريم شكله جميل جدا، في تصميم رائع زي ما احنا شايفين. الفريم بتاع العجلة دي فريم 19 بوصة، فريم كبير، فريم حلو جدا. ده التصميم بتاعها. الالوان بتاعت الفريم الوان ممتازة، يعني كمان التصوير ظالم العجلة جدا لان اللون بتاعها لون جميل جدا. اللحامات بتاعت العجلة تكاد تكون مش ظاهرة. الكابلات بتاعت السرعات والفرامل من خارج الفريم. بنبدأ من جهة اليمين، كابل السرعات الخلفي بيمر من اسفل الاب تيوب زي ما هو واضح لحد ما بيوصل للجشمة الخلفية. عندنا من ناحية الشمال كابل الفرامل الخلفية بيمر من أسفل الداون تيوب علشان يوصل للفرامل الخلفية. ده الفريم بشكل عام زي ما وضحته لحضراتكم. الفورك بتاع العجلة سسبنشن هو من الستيل، فورك ممتاز جدا. الخامة بتاعته والتقفيل بتاعه كويس جدا. الجنوط بتاعت العجلة جنوط ألمونيوم، العرض بتاعها 8 سنتي. الجنط بيحوي 36 سلك، طبعا 36 بيديها صلابة كويسة جدا واستحمال كويس. كاوتش بتاع العجلة مقاسه 26 في 400، كاوتش نايلون. السرر بتاعت العجلة 36 سلك، السرر ستيل على صمويل أمامي وخلفي. نيجي للشفتر بتاع السرعات، هي سرعات خلفية فقط. الشفتر شيمانو، الشفتر الموديل بتاعه اللي هو ريفو شيفت. الأداء بتاعه كويس جدا محترم. نيجي للجشمة الخلفية. الجشمة الخلفية شيمانو تورني تي زد، شغالة طبعا هنا 6 سرعات لأن الفري ويل بتاعنا هو 6 سرعات، بس طبعا فري ويل شيمانو ماركة محترمة جدا. شيمانو طبعا أثبت كفاءة في الفري ويل، كفاءة كبيرة جدا. الترس الكبير بتاعه 28 والصغير 14. الجنزير بتاع العجلة جنزير نارو. الترس بتاع العجلة ترس ستيل 46 سن، له 2 فلانشة يمين وشمال. تلاقي الجنزير بيمشي كده في مجرى محدد له. كفاف البدال فبر، بس طبعا خامة كويسة قوي، يعني خامة ممتازة. قلب البدال رمان بيل اللي هو الطويل 26 في 400 رمان بيل. العجلة ليها سنادة في الجنب، سنادة كويسة جدا، بتركب ب2 مسمار في الفريم. فرامل بتاعت العجلة فرامل ديسك اسطوانة 160. فرامل أمامي وفرامل خلفي ديسك برضو اسطوانة 160. مقابض الفرامل ألمونيوم، مقابض جودتها عالية جدا. الكرسي بتاع العجلة كرسي طب رياضي جميل جدا. الطيش بتاع العجلة من الستيل بيطلع وبينزل كويك ريليز. الجادون بتاع العجلة البار من الستيل، العرض بتاعه 65 سنتي. الرقبة بتاعته من الألمنيوم. بيجي مع العجلة 2 رفرف هدية، رفرف أمامي ورفرف خلفي.
بيدوا شكل جميل قوي للعجلة. دي العجلة في المجمل، عجلة جميلة جدا وممتازة. انصح بشرائها لهواة العجل الفات. العجلة دي كويسة جدا كشكل وخامة ووزن، يعني شكل وخامة ووزن تحفة بصراحة، ممتازة جدا وسعرها كويس جدا. طبعا لطلبات الشراء والاسعار التواصل معنا على الواتس، هتلاقوا الرقم بتاعنا موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو. ويلا بينا نروح للمحصلة النهائية لمراجعتنا النهاردة. ودلوقتي مع المحصلة النهائية لمراجعتنا النهاردة، زي ما شفتوا حضراتكم في الفقرة اللي فاتت شرح مواصفات العجلة. العجلة ممتازة جدا. لو حبينا نعد مميزات العجلة، العجلة ألمونيوم، وزن خفيف، شفتر شيمانو، فريويل شيمانو. وكمان من مميزات العجلة ان معاها رفارف هدية مدية شكل جميل جدا للعجلة. العجلة يعني بصراحة عجلة كويسة جدا. اي حد عايز عجلة فات انا بنصحه بالعجلة دي العجلة دي رقم 1 في مصر حاليا في الفئة السعرية اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبة للعجلة الفات. نيجي بقى للحاجات اللي كان يعني كنت امل انها تكون موجودة في العجلة ومش موجودة. كان ممكن ان بار الجادون يكون ألمونيوم، الترس والدراع بتاع العجلة يكون ألمونيوم، الفرك يكون هاف ألمونيوم على الأقل. ده كان هيودي العجلة في حتة تانية خالص، كان هيخف الوزن بطريقة جامدة جدا. لكن طبعا ده كان هيكون على حساب السعر. فبالنسبة للمواصفات دي والسعر بتاع العجلة، فالموضوع مرضي جدا، والمواصفات دي مرضية جدا على سعر العجلة. تقييمي للعجلة دي، العجلة دي تاخد 9/10. العجلة دي لو كان فيها الثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم كانت هتاخد 10/10. بس طبعا كنا هنلاقي السعر في مستوى زي ما قلنا مستوى تاني اعلى شوية. بالنسبة للعجلة موجودة عندنا، اللي حابب يشتري العجلة او يستفسر عن اي حاجة يتواصل معنا على الواتس، لان طبعا ضغط التليفونات علينا كبير جدا فما بنقدرش نرد على كل الناس. يا ريت يعني دايما احنا بنحط الرقم على وبنحط جنبه علامة الواتس علشان الناس تتواصل معنا على الواتس، لان على الواتس كده كده ان شاء الله بيترد عليك واستفسارك بيتجاوب عليه على طول. لكن التليفون بيبقى صعب شوية زي ما قلت لحضراتكم نتيجة لضغط التليفونات وكده. فاي حد بيبقى له استفسار، بيبقى عايز يسأل على حاجة، بيتصل بينا على التليفون، ده بيعمل ضغط علينا فما بنقدرش نرد على كل الناس. يا رب اكون وفقت في ان انا اعرض لكم العجلة دي بشكل كويس، وان شاء الله انتظروا مننا ريفيوهات قادمة بحاجات جديدة. واحنا اول ما اي حاجة جديدة بتتوفر طليق ان احنا نعرضها على حضراتكم بنعرضها عليكم وما بنترددش ابدا. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، والى ريفيوهات قادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.